السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا يعني عندي مسمنات اولا السيجار ديال الفران بواحد الحشوه اللي زوينه بزاف. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالعجينه. كما كتشوفوا انا هنايا ضعفت المقادير، ممكن نتوما ديروا غير نص الكميه. الا بغيتو ديروا 4 ديال الكيسان ديال الفورس وكاس ديال الفينو، انا هنايا درت 8 ديال الكيسان ديال الفورس وجوج كيسان ديال الفينو، لحقاش بغيت يعني المسمن يكون عندي بكميه كثيره. صافي درت واحد المعلقه ديال الملحه، غادي ندير معلقه ديال العسل اولا ديروا معلقه ديال السكر سنيده، وغادي ديروا جوج معالق ديال الخل وواحد 4 د المعالق ديال الزيت نباتي. كما قلت لكم، الا كنتو غادي ديروا نصف المقادير غادي ديروا 4 د الكيسان ديال الفورس وكاس ديال الفينو ومعلقه ديال العسل ومعلقه صغيره ديال الملحه وجوج معالق ديال الزيت ومعلقه ديال الخل. صافي غادي نعجنو بالماء اللي عادي. انا هنايا العجينه غادي نعجنها وغنخليها ترتاح تاخذ راحتها مزيان. الا كنتو نتوما زربانين بها ديروا واحد خماره ديال الحلوى باش زعما دغيا تطلق لكم. المهم كما كتشوفوا عجنت غير بيدي بلا عجانه بلا والو، لحقاش ما غاديش تحتاج دليك، غادي غير نجمعها كما كتشوفوا صافي. وغادي ندهنها وغادي نديرها في بلاستيك وغنخليها ترتاح حتى نوجد الحشوه على خاطرها. نتوما كما كتشوفوا راه غير قطعت التصوير حتى جمعتها باش ما نطولش عليكم. صافي هانتوما راها مرخوفه درتها، ما درتهاش قاصحه. صافي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نديرها في بلاستيك وغادي تدهن، يعني غادي تطلق مزيان مزيان. المهم ممكن تخليوها الصباح كامل. هنايا راه تقريبا هنايا الظهر هذا، تقريبا حتى صليت الظهر عاد بديت العجينه صافي. وكما قلت لكم غادي ندوز دابا باش غادي نصايب الحشوه باش تبرد ليا على اتساع صافي. وغادي نخلي الحشوه والمسمن حتى يقرب كاع المغرب عاد غادي نصايبهم. كما كتشوفوا هنايا درت المقله، درت هنايا الزيت مخلط ما بين النباتي وزيت الزيتون. صافي وغادي قربت الخضره ديالي كامله. هنايا جوج بصلات خضارين ودرت واحد جوج فلفلات حمرين وجوج خضرين. انا بغيت كما قلت لكم الحشوه تجيني كثيره، لحقاش بغيت ندير كميه اللي كثيره ديال المسمن اولا السيجار. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نشحر شويه ديك البصله مع الفلافل. المهم نتوما الفلفله اللي عندكم يا حمراء يا خضراء اللي بغيتو. انا غادي ندير فيها الخضره كامله، غندير الفلفله وغادي ندير كما شفتوا البصله وغادي نزيد الخيزو وغادي نزيد الكورجيت القرعه. صافي هنايا غادي ندير واحد شويه ديال الملحه وغادي نخليها تنزل شويه. عاد غادي نزيد الصدر ديال الدجاج اللي مقطعه قطع صغيره، ممكن تزيدوا حتى الكفته، حتى الكفته كتجيبيهم زوينه. صافي وعاد كتزيدوا التوابل ورطبت الشعريه الصينيه حتى هي على جنب. كما كتشوفوا هنايا زدت قطع ديال الدجاج اللي قطعتهم صغيره، حتى الفلفله قطعتهم غير بيديا في القراده، قطعتهم قطع صغيره اولا ممكن ديروهم في الهشوار. صافي كما كتشوفوا هنايا كنت راده حتى الحريره حتى هي درتها هي الاولى. عاد دزت باش نصايب مسيمنات. ما شاركش معكم الحريره، راه تبارك الله يعني كلشي تيعرف ليها. المهم كما كتعرفوا غير كنبغي نشارك معكم وصافي. اي حاجه درتها في رمضان ان شاء الله ونشاركها معكم. بالنسبه هنايا زدت القرعه وخيزو، درت جوج خيزويات وجوج قرعات محكوكين، وزدت التوابل. درت شويه ديال القزبور حبوب، درت شويه ديال التحميره، درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، وهنايا الثومه بودر اولا الثومه تشحروها في الاول مع البصله والفلفله. وغادي نزيد شويه ديال صوص الصوجا صافي. وغادي نخلي الخضره ديالي طيب. هنايا المقله الصراحه كنت غادي نردها في مقله اخرى كبيره ساعه، صافي قلت صافي خلي غادي يعني الخضره غادي تنزل وداك الشيء غادي دغيا
زعما ملي غتنزل الخضره ما غادي تقد المقله. صافي وزدت الشعريه الصينيه وزدت هنايا الفرماج المحكوك. هذه خطوه اللي بغا يديرها، اللي ما سميتو صافي يخليها بلاش، يعني كتجي الحشوه زوينه بلا فرماج. صافي كما كتشوفوا بغيتو تزيدوا الزيتون مقطع حتى هو كتزيدوه. صافي هنايا نسيت الربيع، واخا درت قزبور حبوب نسيت الربيع ما درتوش اللي تيكون خضر. صافي هنايا كما كتشوفوا رجعت العجينه كما كتشوفوا يعني مطلوقه ومدلوكه، يعني واخا ما دلكتهاش كما شفتوا، يعني هي خدات الراحه ديالها. صافي هنايا الحشوه صافي راه بردات حطيتها على جنب. صافي كما كتشوفوا كنديرهم هكا كريات اللي صغار. صافي حتى كنشكل العجينه ديالي كامله وكندهنها هكا بالزيت، كنديرها في واحد الصينيه صافي وكنبدا نخدمها. هانتوما كما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي خرجت لي ديك العجينه، وحتى الحشوه راني درتها كثيره والحمد لله يعني قداتني في العجينه كامله. وخدرتهم يعني راه كنديرهم عامرين هانتوما غتشوفوا. صافي هنايا ذوبت شويه ديال الزبده، عندي الزبده ديال الاكل هي اللي درت، ممكن ديروا ديال الطريق غادي تكون احسن، وخلطوها مع شويه ديال البواطه اولا ديال الاكل والزيت. يعني فاش كنورق في الاول بالزيت، عاد كندهن بالزبده، صافي عاد كندير الحشوه كما كتشوفوا. يعني العجينه راه ما خليتهاش فاش يعني كورتها وحطيتها راه ما خليتهاش ارتاحت بزاف، غير كملتها وغطيتها ببلاستيكه صافي مباشره دزت كنخدمها. صافي كما كتشوفوا يعني كتجي ساهله في الخدمه. صافي كما كتشوفوا كندير الزيت، من بعد كنزيد شويه ديال الزبده. صافي كنطوي هاد الجنب هذا بحال غادي ندير مسمنه عاديه. صافي وكندير الحشوه كندير غير بيديا باش كنتحكم في القياس. المهم هانتوما كتشوفوا درتها هنايا في داك الطويه اللي طويت. صافي وكنرد عليها هكا العجينه بهذا الشكل. صافي وكنبقى نلويها بحال هذا الشكل كما كتشوفوا، يعني راه الفيديو شارح راسو. صافي وكنبقى نزيد شويه ديال الزبده. صافي وكنبقى على هذه الطريقه حتى كنكمل. وانتم لكم الاختيار، ممكن ديروا مسمنات يعني الشكل اللي بغيتو. هاد الطريقه يعني سهله بلا ما كتبقاو ديروا على شكل مسمنات عاد كديروهم هذوك اللي كيكونوا يعني مورقين كاملين. هاد الطريقه يعني سهله بالنسبه الا غديروا كميه كثيره. هاد الطريقه يعني عمليه وسهله، دغيا دغيا كتكملوهم. صافي غادي نعاود معكم واحده اخرى. هنايا كنسرح العجينه مزيان في الاول بالزيت، عاد كندهن بالزبده. صافي وكندهن كما قلت لكم بالزبده وكنطوي الطيه الاولى. صافي كما كتشوفوا اخواتي هنايا درت ورق الطبخ هنايا في الطاوه. صافي كنحطو ملي صايبتها كنحطها في الطاوه. صافي كما كتشوفوا الطريقه يعني سهله ودغيا دغيا كيوجدوا وتيجيو زوينين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم يعني وليداتكم غياكلوا لكم يعني الخضر راه فيهم خيزو، فيهم القرعه، فيهم الفلفله، يعني مع داك الدجاج وداك الشيء كيعطيوهم مذاق زوين وغادي ياكلوهم بلا ما غادي يحسوا. صافي كما كتشوفوا هنايا درت واحد شويه ديال الصفر ديال البيض، درت معاه شويه ديال الزبده. صافي ورشيت هنايا كما كتشوفوا شي رشيت عليه الجنجلان الابيض، شي رشيت عليه داك البافون. صافي كنخلي الفران حتى كيسخن مزيان وكنشعل عليهم من التحت حتى كيتحمروا من التحت، عاد كنشعل ليهم من الفوق. هنايا الطاوه الاولى اللي خرجت ودرت الطاوه الثانيه كما كتشوفوا راه كيجي محمر وكيجي مقرمل، تيجي غزال. صافي اخواتي كما كتشوفوا هادو هما المسمنات اولا السيجار تيجي ولداد. ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا. السلام عليكم.